السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال معادلة كلية هندسة، كيفكم؟ علكم بخير إن شاء الله. إن شاء الله معاكم دكتور آية العساسي. هحل معاكم امتحان 2024 بمنتهى السرعة وبمنتهى الدقة زي ما تعودنا. وطبعا كالعادة كل فسفوسة هقولها في الحل هتكون مكتوبة في ورق وهتنزل لكم بالتفاصيل بترجمة كل كلمة بالمعنى، بهل هي جرامر ولا كلمات، هل هي كانت في الريدنج ولا كانت درس خارجي، وهل هي كلغة كانت جنرال، هل هو الجرامر اللي عليك ولا جرامر تراكمي. كل حاجة ان شاء الله تنزل بالتفصيل، حتى لو سكيلز هبلغك بيها. في البدايه بس عايزه اقول لك ان اي حد ما حلش النماذج الاسترشاديه بتاعه ثانويه عامه معايا حل بالتفصيل زي ما كنا عملنا هيحس ان الامتحان ده تقيل عليه شويه. اي حد مش مظبط المنهج بتاعه هيحس ان الامتحان ده تقيل عليه شويه. اي حد مش مظبط كلماته وملاحظاته اللغويه، الحاجات اللي كنا بنقولها دايما في الشرح، هيحس ان الامتحان تقيل عليه شويه. اي حد فاكر ان الامتحان كلمات بس والجرامر هيعدي على خير برضه هيحس ان الامتحان تقيل عليه شويه، لانه حتى في الجمل اللي بيسال فيها في الكلمات بيختبرك فيها في الجرامر. واي حد بقى كان مكنسل السكيلز فلا، ده مش تقيل عليه خالص لانها جمله واحده بس اللي جت سكيلز. فيلا بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا على بركه الله باول سؤال. The Arabic language، اللغه العربيه، an integral part of my identity، يعني تشكل هويتي او جزء اساسي من هويتي. فلو جينا نبص على الاختيارات اللي عندك، فعندك constitutes معناها يشكل، compose معناها يشكل، وclassifies معناها يصنف، وconsiders معناها يعتبر. لو جينا نستبعد فهنستبعد اخر اتنين لانها لا تصنف ولا تعتبر، هي تشكل، فاول اتنين كده هم اللي صح. لو جينا نبص على اول اتنين، طب لو هما الاتنين صح انا اختار ايه فيهم؟ انا اختار الاجابه الاولى عشان Arabic language ده مفرد ودي حقيقه، فلغه عربيه فمضارع بسيط. اللغه العربيه فعلا تشكل هويتي، ده مضارع بسيط حقيقه، فالمفرد فيها بياخد فعل اخره اس، يبقى الاجابه ايه. بعديها يبقى كده بسم الله الاجابه اول واحده ايه. اللي بعديها السؤال رقم 2. السؤال رقم 2 بيقول لك follow your، اتبع ايه بقى؟ هل انا اتبع؟ هو كاتب لك اجابات كلها يعني تعتبر صح. كان في فسفوسه كده قلناها السنين اللي فاتت، كنا بنقول لو بنسبه 99% جاب لك سؤال في المعادله وقال لك احد الاختيارات all the answers، فغالبا هي بتبقى الاجابه الصح. بس عشان ما نخاطرش، لو انت شخص كويس انجلش فاقرا للاخر. بيقول لك هل انا اتبع heart and mind عقلي وقلبي، ولا passion الشغف، ولا all the answers جميع ما سبق، ولا intonation اللي هي intonation اللي هو حدثك اللي هو احساسك بالشيء. هل انا اتبع ايه؟ طبيعي الاجابه all the answers، انا هتبع كل حاجه، عقلي وقلبي وحدثي وشغفي طبعا. السؤال رقم 3 كده all the answers. السؤال رقم 3 بيقول لك at university، في الجامعه. مالها الجامعه؟ بيقول لك critical thinking التفكير النقدي، وجايب لك معاها comprehension. التفكير النقدي comprehension معناه شموليه. هل التفكير النقدي، تعال نشوف الاختيارات، is as important as comprehension، هل هو زيه زي الشموليه بنفس الاهميه؟ المعنى غلط، لا. انا مش عشان اكون شامل كل حاجه لازم اكون فكرت تفكير نقدي. طيب هل هو هل هو نفسه الشموليه؟ لا طبعا هو جزء منها. طب هل هو not as important as مش مهم زيها؟ لا هو مهم، فمعنى هيبقى غلط. طب هل هو involves يتضمن؟ صح، دي الوحيده اللي تنفع. involves يتضمن ايه بقى؟ يتضمن الشموليه. انا لما اشمل كل حاجه او لما افكر كل حاجه بكل التفاصيل انا كده يعتبر بعمل تفكير نقدي. يبقى اخر واحده اللي هي involves. تعالى على الإجابة. السؤال اللي بعده The Egyptian Powerlifting Champion رحاب أحمد، بطلة رفع الأثقال رحاب أحمد and the Spanish Down Syndrome patient Angela. بصوا، هي الشخصيتين دول كانوا موجودين في المنهج القديم لما اتحذف. طبعا انتوا كمعادلة كلية هندسة شوية بيتكلموا على الشخصيات، فده كان موجود في المنهج القديم. فكانوا جايبين الشخصيتين دول كناس بتواجه التحديات والعقبات عشان تنجح وفي رفع الاثقال، وهم عندهم خلل الجينات اللي احنا عارفينه اللي هو اسمه داون. فتعال نشوف، بيقول لك weren't appreciating، هل هم مش مقدرين؟ ازاي يعني؟ اذا كان هو ذاكرهم في منهج. طب هل هم رول موديلز؟ هل هم قدوه؟ هم اكيد قدوه، بس انا عندي حاجه في الجمله تخليني ما اخدهاش، بس خليني معاك للاخر. طب هل هم فيسد موتيفيشن؟ لا، احنا ما ينفعش ان احنا نواجه التحفيز، احنا المفروض التحفيز يبقى اساسي لينا. المواجهه دي الفيس بتبقى للحاجات الوحشه. فيس دي زيها زي اوفركم اللي واخدينها في الوحده الاولى، بتيجي مع ديفيكالتيز الصعوبات، وبستكلز العقبات، تشالنجز التحديات، اي حاجه وحشه. فتعالى على اخر حاجه بيقول لك فيس ذا تشالنجز، بيواجه التحديات، دي الاجابه الصح، يواجه التحديات.
طب انا ليه ما اخدتش اللي هي رول مودلز مع انها ينفع كانت تبقى صح؟ هقول لك عشان انا عندي but were determined to succeed يعني نجحوا، وكلمة but هنا معناها حاجتين متناقضتين، حاجتين عكس بعض، فهو جاب النجاح، يبقى انا لازم اقول ان هم واجهوا تحديات او واجهتهم صعوبات. دي حاجة. الحاجة التانية عايزة افكرك تاني بالكلمات اللي انا لسه قايلاها، ان احنا في الوحدة التانية قلنا ان عندنا challenges، وقلنا ان عندنا difficulties، وقلنا عندنا problems، وقلنا عندنا obstacles، وقلنا عندنا defies اللي هي بتساوي challenges. كل دول بياخدوا فعل overcome او بياخدوا فعل face يواجه او يتحدى، وكلهم صح. ده في الوحدة التانية بتاعتك كلمات. تعالى على بعد كده بسم الله. السؤال رقم 5. سؤال رقم 5 بيقول my teacher المدرس بتاعي. ماله بقى الماي تيتشر؟ طيب اولا كده من قبل ما اكمل تعال نبص على الاختيارات، هتلاقي عندك فعل تيتش ومصرفه وفعل ليرن وجايبه برضو متصرف. هقولها لك من الاخر عشان دي اتكررت في كذا مره من امتحانات المعادله السنين اللي فاتت. المدرس اللي بيعلم هو اللي بياخد الفعل تيتش اللي الماضي بتاعه توت، انما الطالب اللي بيتعلم هو اللي بيبقى learn. يبقى المدرس teach اللي ماضيها توت، طب الطالب learn اللي ماضيها learn. طب هو هنا جايب لي ايه؟ جايب لي my teacher يعني المدرس، يبقى يا اما teach يا اما توت، الاثنين الاولانيين الاثنين التانيين مستبعدين. طيب في كلمه في الجمله بتدل على الماضي؟ لا، الفعل كان مضارع، فلو المفروض انا كنت هاخد فعل كان مع teach، طب ما هو ده المدرس مفرد فالمفروض ياخد teaches. المدرس يعلم دي حقيقة مضارع بسيط يبقى الفاعل المفرد ياخد فعل اخره اس. هل هنا جايبه فعل اخره اس؟ لا، هو جايبه لك مصدر، وانا لسه قايله لك من شويه ان المضارع البسيط المفرد بياخد فعل اخره اس، يبقى انا ما ينفعش اخد غير taught. teacher مفرد تاخد teaches، ما جابش teaches يبقى هناخد taught الاولى اللي هي في الماضي. يلا بعد كده على السؤال رقم 6 بيقول لك good changes التغيرات الكويسه will come your way هتيجي في طريقك if work with لو انت اشتغلت بايه. هقول لك معلومه في الاول ان كلمه with او حرف الجر with ده بيحتاج بعده اسم، لازم اجيب اسم. فتعالى ننزل على الاختيارات. اول حاجه energy بالطاقه and completion والاكتمال، ولا بالديديكيشن والانستي بالاخلاص والامانه، ولا بالماتيريتي اللي هو النضج وكونتينيوسلي او كونتينوس معناها الاستمرار، ولا بص من الاخر عشان نخلص انت عايز اسم، اتفقنا with عايزه اسم، فwith عايزه اسم يبقى هنجيب معاها وش dedication. واحد هيقول لي طب ما الناحيه التانيه مش اسم، هقول لك ملناش دعوه، ركز في اللي جت، ركز في الاساسيه عندك اللي هي عندك ديديكيشن اسم، الناحيه التانيه يجي بقى اسم صفه مش مشكله، ده عطف معطوف، لكن انا عايز مع with اسم يبقى الوحيده اللي اسمه هي ديديكيشن. اللي بعديها سؤال 7. يا ترى سؤال 7 بيقول ايه؟ بسم الله. بيقول لك thinking and writing requires التفكير والكتابه بيتطلبوا ايه؟ الانسان عشان يفكر ويكتب بيتطلب ايه ده منه؟ تعالى كده نشوف مع بعض الاختيارات. اول حاجه clarity الوضوح، ولا inventory، ولا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد clever انه يكون شاطر، ولا divert. طيب تعالى ناخدها واحده واحده. اول حاجه require دي معناها يتطلب، فلازم يجي بعدها اسم، ده من البدايه كده يتطلب فلازم يجي بعدها اسم، فتتطلب clarity الوضوح دي اسم على فكره فينفع. طب التانية اللي بعدها inventory معناها جرد ايه؟ هو انا في سنة مالية ولا مادية؟ انا ما بجردش حاجة. طب اللي بعديها clever دي صفة وانا مش عايز صفة. طب اللي بعديها divert دي اللي هي معناها يغير تقريبا، فده فعل برضو، فانا عايز اسم، فالاسم الوحيد اللي ينفع هي clarity. يبقى القراءة تحتاج clarity، وده كان الإجابة السؤال رقم 7. يلا بينا بسم الله على إجابة السؤال رقم 8. بسم الله. سؤال رقم 8 بيقول لك are the differently able to society or hindrance. هل الاختلاف الاختلاف ماله يا عم الحاج؟ الاختلاف بيقول لك هل الاختلاف بيعمل ايه؟ قادر على ايه؟
طيب واحد دي لو ترجمتها حرفيا يعني. انما يا جماعه differently able دي معناها القادرون باختلاف، يعني ذوي الهمم. ذوي الهمم ربنا يبارك فيهم. الناحيه الثانيه بيقول لك to society or hindrance. hindrance معناها عائق. هل هم عائق؟ وما دام معانا كلمه or يبقى هيجيب حاجتين متناقضتين. ما دام معايا كلمه or يبقى هيجيب حاجتين متناقضتين زيها زي بعض بالظبط. طيب ايه الحاجتين اللي ممكن يجيبهم متناقضتين؟ هو جاب لك hindrance معناها عائق. تعال نبص في الاختيارات على كلمه عكسها عائق. تعال على اول واحده. اول واحده inhabit، لا ما تنفعش، مالها ومال السكن والسكان مالهاش دعوه. ان اسيست نافع، دي اللي تنفع. اللي بعديها input مدخل، لا مالهاش علاقه. contribution مساهمه، هو مش اسم، هو عايز يتكلم عليهم كصفه يعني. ان اسيست هنا الوحيده اللي تنفع صح ومعناها شخص نافع للمجتمع. نافع للمجتمع ان اسيست. الجمله اللي بعديها جمله 9 بيقول لك what is more effective، ايه او ايه. اولا خد بالك ان more دي لازم يجي بعدها صفه، يبقى كده اتحلت المفروض. more effective لازم يجي بعدها صفه، فالصفه الوحيده اللي موجوده عندك or. عايز حاجتين بقى عكس بعض، يعني هو عايز حاجتين عشان يتكلم فيهم. طب ما هو كده جاب لي effective صفه، يبقى انا هجيب اسمين بعدها. طيب هل انا ينفع اقارن بين السايكلينج والووكينج، المشي وركوب العجله؟ ينفع اقارن عادي. طب ينفع اقارن بين المايند والبادي؟ لا طبعا، ده له نفع وده له نفع، فما ينفعش اقول مين فيهم انفع للجسم. ينفع اقارن بين المايند والايموشنز، بين عقلي وعواطفي؟ لا طبعا، دي لها نفع ودي لها نفع واستخدام واستخدام. طب البادي والسول، هل بين روحي وجسمي؟ لا طبعا ما ينفعش، دي لها استخدام ودي لها استخدام. يبقى الوحيده اللي ينفع اطلع بينهم مقارنات هي السايكلينج اند ووكينج. يلا بينا بسم الله على جمله 10. جمله 10 بيقول لك when you talk، لما بتتكلم. بتكلم مع مين؟ to a friend، مع صاحبك. who asks for advice، اللي بيطلب منك نصيحة. you should give him criticism، انت لازم تديله ايه؟ اولا criticism معناها نقد، وانا ما ينفعش ادي حد نقد هدام او نقد يأذيه، فانا هديله نقد بناء. فكلمة نقد بناء معناها constructive، بناء. لان remaining دي معناها باقي، نقد باقي. انا هعمل ايه باقي انا؟ طيب وتعالى على كلمة overall معناها نقد شامل، ده معناه يا عيني ان انا مش هجيب له اي حاجة حلوة خالص، مش هقول فيه اي حاجة حلوة. طب بعد اخر واحدة اسمها approval معناها مستحسن. نقد مستحسن، ايه نقد مستحسن ده؟ فالوحيد اللي ينفع صح هو النقد البناء اللي هو constructive، وده معناه ان انا هقول له العيب او الحاجة الوحشة وفي نفس الوقت هقول له ايه التعديل بتاعها. يعني انا ازاي ينفع افيده، ازاي ينفع يعدل الخطأ اللي عنده. لو عندي نصيحة اقولها، لكن ما امسكش واحد اقعد اسلخ فيه وانت 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 وانا ما عنديش نصيحة اصلا اقدر اقدمها له، ولا انا عندي حاجة كويسة اعرف اعملها معاه. جملة 11 a journey، الرحلة. physical but a learning experience. لو خدت بالك هتلاقيه في الامتحان ده مركز قوي على كلمة but اللي هي بتفيد التناقض. فانا عندي كده حاجتين متناقضتين، فهو جايب لي but عايز حاجتين عكس بعض، فهو جايب الرحلة ايه physical but هي مش كذا، لكن هي خبرة تعلم او رحلة من التعلم، فانا لازم اجيب حاجة منفية. مادام هو جاب لي حاجة مثبتة يبقى is not just ليست فقط بدنية، ولكن رحلة من التعلم او تعلم خبرات. يبقى is not just عشان تناقض. الجملة اللي بعديها جملة 12 بسم الله الرحمن الرحيم. جملة 12 The Lighthouse of Alexandria، منارة الإسكندرية، مالها؟ was known as، معروفة بإيه؟ of the seven wonders of the world until Eiffel Tower was built in 1889. كانت معروفة بواحدة من عجائب الدنيا السبع لحد ما اتبنى برج ايفل في 1889. فكانت معروفة كايه بقى؟ واحدة من، يبقى one of. ومعروف ان مصطلح one of بيجي بعده اسم جمع، فعندك 7 wonders اسم جمع اهو، يبقى معروفة بايه؟ one of، واحدة من، one of واحدة من، عشان هي واحدة فعلا. تعالى بعد كده على جملة 13. جملة 13 بيقول لك The genius of the ancient Egyptian is not known until now. The genius. طيب هي مش دي اللي احنا كنا بنضيفها قبل الصفة عشان نكون اسم جمع، صح كده؟ The genius. The كنت بقول لك the كلمة بضيفها قبل الصفة عشان أكون اسم جمع.
ده معناه ان كلمة the genius دي معناها العباقرة، لان genius معناها عبقري، حطيت قبلها ذا بقت اسمها العباقرة، وكده بقى اسم جمع معدود. طيب لما اسم جمع معدود، تعالى بقى نشوف اللي بعدها. جايب لك a great idol، ما ينفعش اجيب صفة مع اسم جمع. طب little، ده اسم، ده little دي بتيجي مع الغير معدود يبقى مش هي. طب وعندك many، هي دي اللي تنفع صح. ليه؟ لان الاخيره ماتش بتيجي مع الغير معدود، يبقى الوحيده اللي صح اللي تنفع هي many. يبقى تاني، ذا تضاف قبل الصفه لتكوين الاسم الجمع اللي بيجي بعده فعل جمع. دي كده ملحوظه خارجيه. جابها هو هنا في ايه؟ جابها في حته ذا جينيوس. جينيوس صفه، جاب قبلها ذا بقت اسم جمع، وجاب بعدها فعل جمع اوف ذا ancient gypsy is. لا، ده جاب بعدها مكمل الجمله عادي، بس هو هنا عايز كلمه من المحددات اللي احنا درسناها. طب ما هو بقى اسم جمع يعني معدود، ما هو اي جمع يعني يعد، يبقى ايه اللي ينفع معاه؟ هي كلمه many. يلا بينا على جمله 14. بيقول لك in the introduction of the persuasive essay، ودي الجمله الوحيده اللي جت سكيلز زي ثانويه عامه. لو سيادتك حابب تراجع السكيلز، فانا عامله فيديو ساعه الا ربع مراجعه كل سكيلز الثانويه العامه، كل انواع الباراجراف، كل انواع الاسيز، كل انواع الكوماز والسيمي كولن والفول ستوب، وكل انواع الجمل الديكلاراتيف والامبيراتيف، كل حاجه في ساعه الا ربع موجوده عندك على المنصه، او لو انت من طلاب السنتر فموجوده عندك على جروب التليجرام المذكره والفيديو بالحلول بتاعته. فجمله 14 بيقول لك على persuasive essay يعني المقال الاقناعي. state the two sides of the، هو بيقول لك حاجتين and state his او her. هو انا لما باجي اقنعك بحاجه بقنعك بايه؟ بقنعك بحاجه احنا مختلفين عليها، تمام؟ يبقى انا كده في جدال او في اختلاف، يبقى argument. دي اول حاجه. طب تاني حاجة، أنا بعد ما بقول لك الجانبين بتوع الاختلاف ببدأ أجيب لك أدلة على إن رأيي أنا اللي صح، أو بقنعك برأيي أنا. فبقول لك الإيه بقى؟ بقول لك الستاند بوينتس، رأيي. فالإجابة هي سي. بقول لك الأول الاختلاف، ثم بعد كده بقول لك agreements. بقول لك الاختلاف، ثم بعد كده بقول لك this stand points يعني الرأي الشخصي بتاعي أنا، أو وجهة النظر بتاعي أنا اللي أنا بحاول أقنعك بيها. دي كانت جملة 14. بسم الله، يلا بينا نجيب جملة 15. جملة 15 بيقول لك the interest أو interest زي ما بتنطقوها عادي in fighting illiteracy، في مكافحة أو محاربة الأمية. الأمية اللي هو الجهل، عدم العلم يعني. in Egypt، في مصر. that the government believes in the value of education، الحكومة شايفة إن ده أو تؤمن بإن ده قيمة التعليم. طيب تعال نبص كده على الجملة واحدة واحدة. أول واحدة provides evidence، بتدي دليل، ولا is important ولا مهمة، ولا is a challenge تحدي، ولا for long لمدة طويلة أو للأبد. أصح واحدة هو إن كالعادة في نفس الامتحان كله مركز على المضارع البسيط. محاربة الأمية ده اسم مفرد، يعني ياخد فعل آخره اس، فياخد provides. انا ما ينفعش اقول is important مهم لانه مش مكمل وصف، هو مش بيوصف في حاجه. ومحاربه الاميه هو مش مكمل ليه ولا ايه. ولا is a challenge مش تحدي عشان هو ما قالكش ان الحكومه بتعمل كذا كذا، ده قالك بتؤمن بيها. يبقى الوحيده اللي تنفع صح هي provides، بتثبت او بتبرهن ان الحكومه مؤمنه بقيمه التعليم. دي كانت جمله 15، فهتاخد provides evidence، بتدينا provides evidence يعني بتدي دليل. تعالى بعد كده يا حبيبي على جملة 16. بسم الله. في جملة 16 بيقول the monuments of Egypt، الآثار بتاعت مصر. مالها يا عم الحاج؟ جده بينادي علينا. الآثار بتاعت مصر all over the world must return to Egypt. اللي all over the world دي معناها موجودة في كل العالم، لازم ترجع مصر. لازم ترجع مصر دي معناها ان هي مش موجودة في مصر. طب واللي مش موجود في مصر ده معناه ايه؟ معناه موزع او مسروق او مش موجود. طيب في كلمة معناها موزع او مش موجود او مش مسروق في الاختيارات؟ احنا عندنا كلمة اسمها، بص كده عندك اول واحدة wandering. الاول بس نراجع الكلمات عشان كلها عندنا في المنهج. اول واحدة عندك هي كلمة wandering دي معناها يتساءل، اللي كانت في الوحدة ال 12 في الجملة الاستفهامية. تاني كلمة scattered، هي دي يا جماعة معناها موزعة او مبعثرة، اللي هو من الاخر يقول لك لم حاجتك المتبعترة يعني. فالاجابة هي scattered، لما حاجتك المتبعترة. جزر ده العكس تماما لان معناها يتجمع. يبقى كده دي كانت جملة 16. يلا بينا سموا الله ونروح على جملة 17.
في جملة 17 بيقول لك is a branch of science and technology، فرع من فروع العلم والتكنولوجيا. concern with the design، بيهتم او بيتم دراسة فيه التصميم building والبناء، حاجة انتوا كلكم عارفينها. and use of engines، وحتى استخدام المحركات كمان. machines والآلات and structures، وكمان التركيبات او الابنية. ايه ده؟ engineering وش الفرع الوحيد اللي بيدرس كل ده هو الهندسة engineering. جملة 18 بسم الله بيقول ايه بقى في جملة 18؟ My teacher started teaching in 1890، المدرس بتاعي بدأ يدرس. خدت بالك انه جايب teach، مدرس يبقى teach، بدأ يدرس امتى؟ في 1980. طب هو جايب لك جملة بعدها، خد بالك هو قفل الجملة in 2030، في 2030. جت 2030؟ لا لسه ما جاتش. خدت بالك ان هي لسه ما جاتش. he for 50 years، هيكون بيدرس بقاله 50 سنة. لو تفتكر الوحدة الثالثة أزمنة المستقبل، أنا كنت شرحها لك، بقول لك لما نيجي نتكلم على تمام الفعل في المستقبل فده زمن اسمه مستقبل تام. هو بيقول لك هو بدأ في 1980، لسه في 2030 هيكون تم 50 سنة أو هيكون بقاله 50 سنة بيدرس، فده المستقبل التام اللي هو will have تصريف ثالث will have taught. خدتوا بالكم الجرامر جاي قد إيه؟ خدتوا بالكم الجرامر عمال يتعاد قد ايه؟ الناس اللي بتقول لا جرامر ما بيجيش كتير. الجمله اللي بعديها جمله 19 بيقول لك في جمله 19 بسم الله in even if، حتى لو my grandparents don't do any I enjoy to their stories، حتى لو اهلي ما بيعملوش اللي هو جدي وجدتي يعني انا بستمتع to their stories. انا الحل عندي في كلمه stories بالمناسبه. stories دي قصص معناها ان انا بستمع ليهم، ومادام بستمع يبقى فيه listen، مادام بستمع يبقى فيه listen، يبقى ندور على الاختيار اللي فيه listen هو الاخير. وهيبقى معنى الجملة حتى لو جدي وجدتي ما بيعملوش اي interesting activities، يعني نشاطات ممتعة، ما بيعملوش اي نشاطات ممتعة، ها يا معلم، الا اني انا بستمتع I enjoy listening to their stories، بحب اسمع القصص بتاعتهم. يلا بينا بسم الله على جملة 20. جملة 20 بتقولك in this day and age، في هذا اليوم وفي هذا السن is vital. كلمة vital دي جت في امتحان المعادلة السنة اللي فاتت أصلا، بس كانت بمعنى مختلف. كان جايب حاجة كده بليز، كانت بتلعب a vital role، دور حيوي أو فعال إن حاجة. المهم إن هو مصر يستخدم كلمة vital بقاله كام سنة. فكلمة vital يا جماعة معناها حيوي أو فعال أو ضروري، يعني بتساوي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كلمة significant اللي انتوا واخدينها اللي هي important. طيب هل الحاجة اللي عندي دي اجابتها ايه دلوقتي؟ ايه الحاجة اللي بتلعب دور حيوي او فعال او ضروري؟ ايه هي؟ البينيفيشال الافادة، ولا interdisciplinary عدم الانتظام، ولا inner معناها ريادة الأعمال، ولا جلوبال؟ طبعا الإجابة الصح هي ريادة الأعمال. إنك تبدأ عمل، إنك تبقى مقاول مع نفسك، تاخد أعمال صغيرة وتبدأها وتخليها كبيرة، ده مهم جدا في عالمنا. الجملة اللي بعديها بيقولك what is more، وأول ما يقول more معناها إنه هيقارن بين حاجتين. إيه الأهم؟ more إيه؟ to be right إن أنت تكون صح، ولا إن أنت تكون or kind، ولا إن أنت تكون لطيف. يعني كذا حد يقولك أنا كنت أقدر أكسب النقاش ده، كنت أقدر أحط عليهم وأضايقهم، بس أنا قررت أبقى لطيف وأخبي اللي عندي، أو قررت أخليهم يكسبوا النقاش ده أو يكسبوا الجولة دي عادي، مش هتفرق قوي، المهم إن أنا أبقى إنسان يعني. فإيه المهم بقى؟ تعال نشوف الاختيارات. أول واحدة بيقولك what is more important، إيه الأهم؟ طب ما هي more عايزة صفة. what is more insignificant غير مهم، عكسها. ولا genius عبقري، ولا capable القدرة؟ لا طبعا هتبقى الصح زي ما احنا قلنا important. ايه الاكثر اهمية، ان انا ابقى على حق ولا ان انا ابقى لطيف؟ وده كان سؤال 21. بسم الله نبدأ في سؤال 22. بتقول ايه يا عم الحاج في 22؟ بيقول لك a process. وبالمناسبة احنا واخدين كلمة process دي في المنهج بتاعنا، وكان معاها كلمة تانية غالبا كان اسمها measures، وكنا بنفرق بين الاتنين، كنا بنقول ان measures فيها اجراءات رسمية. المهم نكمل الجملة.
فبيقول لك a process، العملية دي مالها is a series، مجموعة من serious معناها مجموعة من of steps، مجموعة من الخطوات. بعد مجموعة من الخطوات ايه بقى؟ المجموعة من الخطوات دي بقى بتجيب لي ايه او بتنتج عنها ايه؟ مجموعة من الخطوات leading to، تؤدي الى. هو انا بعمل الخطوات ليه؟ اي خطوات في الدنيا بعملها عشان تؤدي الى نتيجة، الى اكتمال في الاخر. فنتيجة او اكتمال اسمها an accomplishment، اللي هي الاجابة B. يبقى انا بعمل الخطوات عشان اوصل لنتيجة، فالنتيجة هي accomplishment. وبكده يكون انتهينا من سؤال 22. تعالى 23 في فكرة شوية، ده الوحيد اللي يعتبر مش بره المنهج، هو من الكلمات بس يعني حلو. How can you the steps of the scientific method؟ scientific method معناها الطريقة العلمية. أول حاجة فيها الobservation، يعني الملاحظة. بعد كده في هو طبعا مش خد بالك، هو كده مش مرتبها صح. هي الترتيب المفروض الصح ان انت بتفرض فرضية الأول، اللي هو بفرض فرض، بعد كده بروح المعمل عشان اطبقه، اعمل عليه تجربه، فحول اللي هي الثيوري، التجربه الفرضيه النظريه، لاكسبيرمنت، ابلاي، اطبقها واخليها اكسبيرمنت، تجربه عمليه، ده من المنهج بتاعنا. وبعد كده اقعد اعمل لها اوبزرفيشن، اقعد الاحظ، اشوف التغيرات اللي هتحصل، عشان في الاخر اوصل للكونكلوجن اللي هو النتيجه. دي كده خطوات البحث العلمي. فتعالى واحده واحده. انا عندي هاو، فهاو لازم يجي بعدها صفه، فتعالى نشوف ايه الاختيارات اللي عندك. اول واحده بيست، دي صفه تنفع بس صفه تفضيل. طب تعالى على فار، دي صفه تنفع. لا ويل ده حال. طب جود دي صفه، يبقى انا عندي يا فار يا جود، واحد من الاثنين. طب تعالى الناحيه الثانيه بقى، انا كده خدت يا فار يا جود، هاو فار وهاو جود الاثنين ينفعوا. الناحيه الثانيه بقول لك ذا ستيبس اوف ذا كذا، يعني نطبق خطوات البحث العلمي. اطبق، انا لسه قايلها حالا، يعني ابلاي، يطبق النظرية او يطبق خطوات عشان يوصل لنتيجة. ابلاي، يبقى انا كده عندي هاو فار وابلاي، دي الاجابة الصح. بعدها في سؤال 24 بيقول لي the Suez Canal، قناة السويس، مالها between two waterways، بتربط بين 2 من القنوات المائية. هنمشي واحدة واحدة. اولا the Suez Canal ده فاعل، واللعبه دي تلعب فيها كذا مره في امتحانات المعادله، انه يجيب لك كلمات كتيره قوي مرصوصه جنب بعضها وكلها على بعضها تطلع فاعل اصلا، يعني محتاجه فعل، يعني ناقصها فعل عشان تكتمل. فكل اللي عندك ده هو جاست فاعل، ده سويس كانال ده فاعل. ماله بقى الفاعل؟ كمل كده. فاعل بيربط بين محطتين او قنواتين مائيتين. هل دي حقيقه؟ طبعا حقيقه، يبقى الامتحان كله ماشي من مضارع بسيط ما شاء الله. حقيقه، وسويس كانال قناه السويس مفرد، يبقى عايزه فعل اخره اس. نيجي على اول واحده إذ، ما انت هتقول لي ما هو إذ ده صح، ما هو بيجي مع المفرد. هقول لك بس إذ بس ده معناه يبقى او مسار، فهو ما بيجيش معاه بتوين، لان مسار ده معناه هو ماشي لوحده، مش ممر بين اتنين، فكده غلط. طب التانية establish a link، تعتبر او تؤسس رابط بين الاتنين، دي تنفع والفعل اخره اس. طب will be linking، لسه سوف تربط بين قنوات مائية، ازاي يعني وهي موجودة حاليا؟ فالمستقبل غلط. has joined، سوف تنضم، هو اصلا has بيجي بعدها تصريف ثالث، فكده دي غلط. يبقى الاجابة الوحيدة اللي صح اللي هي establishes اللي هي a link اللي هي B. سؤال 25 على بركة الله، بسم الله. سؤال 25 بيقول لك how can a human being، خد بالك ان كلمة كان دي عايزة فعل في المصدر، وهيومن بين ده الفاعل، فعايز مصدر بعد الكان. his rights، ازاي البشر ايه بقى حقوقهم؟ انا عندي بقى اختيارات، يلا بينا نشوف. بسم الله. خد بالك ان كلمة تعالى ناخدهم واحدة واحدة الاول. طيب potential دي اول واحدة اللي هي معناها امتلاك. help يساعد، هيساعد حقوقه ازاي؟ دي مستبعدة تماما. معنى avoid يتجنب، هتجنب حقوقي ازاي يعني؟ دي مستبعدة كمان تماما. اخر واحدة acquire، واكواير معناها يكتسب. طيب انا كان عندي لو تفتكر في الوحدة الاولى قلت لك عندي فعلين، فعل اسمه require معناه يتطلب، وفعل تاني اسمه inquire معناه يتساءل. وكنا عدنا الافعال دي في الوحدة ال 12 وقلنا مهمين جدا انك تعرف تفرق بينهم. هنا بقى ازاي الشخص ايه؟ احنا قلنا هيلب وافويند غلط، وقلنا ان كان عايزه فعل في المصدر، فبوتنشال دي صفه، فكده غلط. فالاجابه الوحيده اللي تنفع صح هي اكواير، ازاي الانسان يكتسب حقوقه.
سارة and أحمد had a big fight. سارة وأحمد اتخانقوا خناقة كبيرة. استر يا رب. سارة وأحمد لما اتخانقوا خناقة كبيرة، ايه اللي حصل؟ she wants to break the engagement. هي قالت ان هي عايزة تفشكل الخطوبة. بقول لك ايه، يلا شبكتك واتكل، عشان انا كل شوية هتخانق انا وانت. طيب تعالى نمشي واحدة واحدة مع الاختيارات، نشوف ايه اللي ممكن ينفع. الاختيارات اول واحدة may have understood. هي كده ربما تكون فهمت، الله اعلى واعلم. يلا على اللي بعديها. خد بالك ان ده كمان جرامر، ده كمان جرامر الاستنتاج. الوحدة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الوحدة العشرة. بس تعالى نشوف باقي الاختيارات، يمكن الإجابة ما تبقاش جرامر. باقي الاختيارات بيقول لك couldn't speak، مش قادرة تتكلم ازاي وهي قالت له انا مش عايزاك واتكل على الله. الاختيار اللي بعده بيقول لك might prove، احتمال تثبت. احتمال تثبت ايه؟ مش بتحقق في جريمة. نكمل الجملة اللي بعديها. الاختيار اللي بعده بيقول لك might have told him already، احتمال تكون قالت له بالفعل. الاختيار اللي بالنسبة لك اللي ممكن يبقى صح في الاختيارات دي، لان هو بيقول لك الناحية التانية break the engagement، هي قالت له ان هي عايزة تفسخ الخطوبة already، هي عايزة تفسخ الخطوبة. فده جرامر الوحدة الرابعة والوحدة العشرة اللي هو الاستنتاج اللي احنا قلنا عليه. تعالى نمشي كده بالراحة. she wants to break the engagement. هو احنا مش كنا متفقين في القاعدة دي ان المضارع بياخد مضارع والماضي بياخد ماضي؟ طب هي قالت له خلاص ان هي عايزة تفركش الخطوبة، يبقى might have تصريف تالت اللي هي might have told him already. واحد هيقول لي جبت الماضي ده منين؟ اقول لك من الماضي اللي جاب له had. يبقى might have تصريف تالت، ده احتمال ان هي تفشكل الخطوبة. دي كانت اجابة 26 might have. واحد يقول لي طب ما شفناش باقي الاختيارات ليه؟ تعال نشوفها. اول واحدة may، ده اسمه احتمال قوي اصلا، ومش اي حد بيتخانق هيروح يتكل على الله يفشكل الخطوبة، فاحتمال قوي مش نافعة. تعالى اللي بعديها couldn't speak. اللي جاب couldn't speak المعنى اصلا غلط. اللي بعديها might prove المعنى برضو غلط. تعالى على اللي بعديها بسم الله. جملة 27 بيقول لك entrepreneurs، وخد بالك ان انا لسه شارحة دلوقتي كلمة entrepreneurs، او الكلمة التانية اللي هي كانت pioneer رائد اعمال، او اللي هي يعني مقاول او رائد في الاعمال او بادئ شغل جديد. ماله بقى عمو entrepreneurs are risk takers. الناس دول يا جماعة مخاطرين جدا، شغلهم كله اصلا قايم على المخاطرة. شغله كله عبارة عن ان انا هاخد ريسك في الموضوع ده واشوف ربنا ييسر عشان الارزاق. who are by. طب الناس دي لما بتاخد المخاطرة عشان ايه؟ عشان هم مدفوعين بكذا. اول حاجة free، هل هم فاضيين؟ واوتونومي، والله هم ما فاضيين خالص والله. بص على الاختيار اللي بعده كده، هم مش فاضيين. encourage others، هل هم بيبقوا متشجعين من الاخرين؟ هل الاخرين بيشجعوهم فعشان كده هم بياخدوا الريسكس دي؟ لا طبعا، هو اصلا لو حد تاني شجعه هو ممكن يقلق. طب امال ايه ممكن الاجابه دي؟ كمل اللي بعديها كده. بالمناسبه اوتونومي معناها استقلال، يعني فري معناها فاضي، اوتونومي استقلال. هو فاضي ومستقل ولا مشجع من الاخرين ولا ستريسد وريسكس؟ هل الشخص ده ينفع يبقى هو اصلا مبادر للاعمال وهو ستريسد، هو متوتر وقلقان ومخاطر؟ لا. طب تعالى لدي ما نشوفها كده. motivated متحفز. money and innovations، هل هو بيبقى عنده تحفيز؟ هل هو بيبقى متحفز بالفلوس؟ خد بالك الفلوس طيب انت خدت بالك اصلا ان في فعل ار ده معناه ان انا هاخد ايه بالظبط؟ يا اما صفه يا اما مبني المجهول. فانا هنا هاخد motivated من ناحيه لو هو فعل فيبقى مبني المجهول، ومن ناحيه لو هو صفه فهو اتفضل صفه مؤثر عليه. يبقى كده motivated مبني للمجهول وحده تامنه، ولو صفه فهي صفه يعني محفز. دي كانت جمله 27. يلا بينا بسم الله على جمله 28. بتقول لك adolescents، وadolescents دي معناها teenagers، معناها المراهقين، ودي كانت في الوحده تقريبا ال11، شرح الوحده ال11. مالهم بقى المراهقين؟ قال لك suffer from، بيعانوا من. واول ما يقول لك يعانوا من يبقى اكيد حاجه وحشه. يعني يعاني من ايه؟ اكيد حاجه وحشه. تعالى على اول واحده. break through break down، ولا pulling verge، ولا waste of time وenergy، ولا procrastination وday dreaming. حتى لو انت شايف ان pulling وverge، اصل احنا لو قلت pulling من التنمر، الاجابتين الوحيدين اللي ينفعوا يبقوا صح هي pulling التنمر وprocrastination اللي معناها المماطله او التسويف. لو انت عايز تاخد pulling التنمر فاحنا هيقف معانا حاجه الا وهي verge التانية يا معلم. بيعانوا من الفضيله؟
طب هو يعانوا من الفضيله ليه؟ ما انا لسه قايله ان سفر فروم دي بتاخد الحاجات الوحشه. الحاجه الوحيده اللي احنا بنعاني منها او ان المراهقين بيعانوا منها هو التسويف واحلام اليقظه. وده امتحان، ده السؤال ده مقرر على فكره من امتحان معادله قبل كده. التسويف واحلام اليقظه، انت طول الوقت عمال تقول هعمل بكره، هعمل بعد شويه، تضيع وقت في ده تضيع وقت في ده وما بتعملش. واحلام اليقظه بتبقى قاعد تقول اوه ياه خلصت امتحانات، بقيت توب التوب، دخلت كليه هندسه، عملت سويت، وانت اصلا قاعد في الحمام ما عملتش اي حاجه. يلا بينا على سؤال 29 بسم الله. Students in school and university must understand how to. الطلبة في المدرسة وفي الجامعة المفروض يتعلموا ايه او يفهموا ايه؟ اول واحدة acquire skills، يكتسبوا المهارات، ينفع. cite source، يطلع على المصادر، تنفع صح. all the answers اللي هو بنسبة 99% هتبقى هي دي الإجابة. quote، يقتبس وسمرايز، يلخص and paraphrase ويعيد صياغة الكلام. يبقى كل الإجابات صح، يبقى all the answers زي ما احنا متعودين. all the answers. السؤال اللي بعده سؤال 30. سؤال 30 بيقول لك design in social media posts، تصميم بوستات السوشيال ميديا او اللي هي بوسترات السوشيال ميديا. مالها يا عم الحاج؟ تعال نشوف مالها لما نقول نشوف عم الراجل بيقول ايه في الاختيارات. plans web informative معناها خبريه، يعني هي بيبقى جواها خبر. الاجابه اللي بعديها الاختيار اللي بعده، هل هي requires skills تتطلب مهارات؟ الاجابه اللي بعديها talented، هل هي موهبه؟ ولا captivates معناها آسرة، يعني تأثيرك كده. خدت بالك ان انا لسه قايلك من شويه انه احيانا بيجيب كلام كتير قوي ويطلع كله فاعل في الاخر؟ يعني انت عندك ديزاين السوشيال ميديا بوست كل ده فاعل اصلا، فالفاعل محتاج فعل، الفاعل محتاج فعل. فتعالى على اول واحده انفورماتيف، ده صفه يا معلم، ولو تايه في الصفات فارجع لنهايات الصفات اللي انا كنت قايله لك عليها، كان من اخرها IVE، فدي صفه. التانية requires ده فعل، ده ينفع، ده خلاص يبقى نخليه في جبنة. talented دي موهبة، انا مش عايز الموهبة. captivates دي صفة او مفعول، يعني او بيجي بعدها مفعول، خد بالك هي فعل بس لازم يجي بعدها مفعول. هل هنا في مفعول في الجملة؟ لا، يبقى captivates المفروض لو كانت جت كان جه بعدها مفعول. هل في مفعول؟ لا مفيش مفعول، خلاص فركش، يبقى انت غلط. مين بقى اللي صح الوحيدة؟ هي requires skills يعني تتطلب مهارات، لان بعد الفاعل لازم يجي فعل. تعالى على جملة 31. جملة 31 بيقول لك in 2024 في 2024 خير ايه اللي حصل؟ 29 authors and translators 29 مؤلف ومترجم for the American Pen Literary Award، دي جايزة كده بيدوها يعني للكتاب. في 29 كاتب ومترجم في الجايزة دي and pledged to donate the money to support غزة، يعني اللهم فرج عن إخواتنا وأطعمهم وأمنهم يا رب، يا رب اللهم أمين، اللهم أمنهم من خوف وأطعمهم من جوع وفك كربهم، اللهم أمين، اللهم انصرهم. تنسوش تدعوا لإخواتنا في غزة يا جماعة. طيب هو بيقول لك إن هم اتبرعوا بالفلوس كلها لصالح غزة. تعال نشوف واحدة واحدة في الاختيارات. أول واحدة have recognized يعني تم تصميمهم او تنظيمهم، ولا have requested تم طلبهم، ولا have distinguished يعني اختلافهم او تعرف عليهم، ولا have withdrawn from consideration تم withdrawn معناها سحب، تم سحبهم من الاعتبار. طيب هي الحاجة دي اللي اتعملت دي مش دي حاجة مميزة؟ مالها ومال التنظيم ومالها ومال مش عارف الطلب؟ الحاجة دي have distinguished يعني تعتبر او تميزت، الحاجة دي مميزة واتشهرت عشان هم تم التبرع بالفلوس كلها. دي الوحيدة الإجابة الوحيدة اللي تنفع صح. تعالى للجملة اللي بعدها. الجملة اللي بعدها بتقول لك the Egyptian government is making، الحكومة المصرية بتعمل خير بتعملي ايه؟ to upgrade the national road، بتعمل ايه عشان تطور الطرق القومية، شبكات الطرق القومية، او هما بيسموها كده، بيسموها شبكة النقل او شبكة الطرق القومية اللي احنا رايحين جايين عليها يعني. طيب يا ترى بتعمل ايه؟ تعالى نشوف الاختيارات. تعمل بلانز خطط عشان تطور الشبكة، دي تنفع قوي. بتعمل ستيب خطوة واحدة عشان تطور الهاي واي، لا دي ما تنفعش خالص. بتعمل جريت تريدز، دي تنفع خطوات عظيمة عشان تطور الايه؟ النتورك، شبكة النت، لا يا معلم ما قالش شبكة النت،
هو قال لك ناشونال، بص كده عليها ناشونال رود، الطرق القوميه. طب اللي بعديها استراتيجي، تعمل خطه واحده عشان النتورك. ما احنا اتفقنا بقى النتورك دي الشبكه بتاعت النت، لكن احنا عايزين الشبكه بتاعت الايه. نرجع تاني، يبقى عندي اول واحده بلانز خطط، ويب شبكه واحده، وعندي ستيب خطوه واحده وهاي واي، وعندي جريت سترايدز جمع، ونتورك شبكه واحده، وعندي استراتيجي، وعندي نتورك. لو احنا هنمشي واحده واحده بالمعنى، فهي بتعمل خطط الاولى صح، بس ويب احنا لسه قايلين شبكه، والشبكه دي اللي هي العنكبوتيه بتاعت النت، ودي اللي مشهور بيها. طيب لو جينا للتانيه ستيب خطوه واحده، فدي كده كده غلط، لان هي ما بتعملش خطوه واحده زي ما احنا لسه قايلين. طب هل هي بتعمل جريت سترايدز؟ لسه قايلين من شويه دي خطوات كبيره او واسعه، فدي تنفع صح. طب هل هي بتعمل استراتيجي خطه واحده مفرد؟ لا غلط، يبقى الاجابه الوحيده اللي صح هي خطوات واسعه او كبيره، جريت سترايدز او عظيمه، والنتورك تمشي ان هي شبكه طرق عادي. سؤال 33 بيقول لك when we discuss a problem، لما نيجي نناقش مشكله we must be how others try to solve it، لازم نكون على ايه ان الاخرين ازاي التانيين بيحاولوا يحلوها. تعال نشوف اول واحده aware of، ده كده كده دي الصح، لان must be بيجي بعدها صفه او بيجي بعدها، ماشي مش هقول صفه دلوقتي، خلينا نكمل. understanding لازم نكون فاهمين، بي ما بيجيش بعدها ing الا لو كانت صفه وقصده مؤثر. بعدها knowing على علم ولا available متاحين. تعال نستبعد available اول واحده كده كده، وهي الصح الوحيده زي ما قلت لكم aware of، ودي اللي جت منها في المنهج كلمه awareness يعني المعرفه او الوعي، واللي حل الاسترشادي هيفهم بقول ايه. تعال على جمله 34 بيقول لك students الطلاب. يا معلم مالهم الطلاب؟ must learn لازم يتعلموا ايه بالظبط؟ with stress مع القلق، and manage their time وينظموا وقتهم، well in order to succeed عشان ينجحوا. طب تعالى نشوف اول حاجه learn يتعلم، بعدها their studies يتعلموا دراساتهم، لا لان انا مش هتعلم دراساتي مع القلق. تاني حاجه يتعلموا subjects يتعلموا موادهم مع القلق، ازاي يعني؟ اللي هو اطفح يا ابني الامتحان دوت بالاكتئاب. تالت واحده to cope learn to المصدر صح وش، بس تعالى نشوف اخر واحده learn English اتعلم انجليزي بالقلق، ده زي حليب بالفراوله كده، افيه سخيف جدا. كمل. المهم الوحيده اللي تنفع هي to cope يعني يتأقلم على، وبالمناسبه الفعل to cope معناها يتأقلم او يتكيف، بيساوي فعل اسمه adapt ADAPT، وده اللي كنا خدنا منه adopt ADOPT اللي كان معناه يتبنى، وقلنا في الوحده انه حرام، وده كله كان في كلمات الوحده الثالثه. تعالى على سؤال بسم الله 35. في سؤال 35 بيقول لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد information technology and artificial intelligence. information technology يعني تكنولوجيا المعلومات، وايه كمان معاها؟ وartificial intelligence. artificial intelligence معناها الذكاء الاصطناعي. مالهم الزفتين الاتنين؟ بيقول لك can to help be helpful or harmful، ممكن يبقوا مساعدين وممكن يبقوا مؤذيين، كده او كده. تعال نختار. اول واحده كلمه either ينفع كلاهما، ينفع يا اما دي يا اما دي، الاتنين صح ماشي، بس خلينا للاخر. بعديها neither دي معناها ولا كده ولا كده، فكده كده مستبعده. طب بعديها never ايه؟ ما انا كده ما بقولكش جمله، انا كده بقول لك لا هتكون مفيده ولا هتكون مؤذيه. الاخيره ever كده كده مش موجوده، لان المعنى لغويا غلط قبل ما يكون جرامر. يبقى الوحيده اللي تنفع صح هي either، ومعناها اما دي واما دي، وايذر فعلا بيجي معاها or. ولو انت ناسي فروح راجع الوحده التاسعه الدرس الثالث والرابع، هتلاقيني شارحه لك فيها each وevery وall وايذر ونايذر وبوث، كلهم في الوحده التاسعه الدرس الثالث والرابع، وده جرامر. يبقى الصح هي either. جمله 35. يلا بينا سمي الله وتعالى على جمله 36. 36 بيقول لك while he بينما هو as a journalist شغال صحفي he must interesting people لازم يبقى مهتم بالناس او لازم يبقى عنده اهتمامات بالناس. ما هو الصحفي ده اصلا الشخص اللي هو بنصلح حاله يعني اهتمامه كله بالبشر عشان يطلع بمعلومات، يطلع بحاجه. فتعال نشوف ايه من الاختيارات اللي ينفع يبقى صح في جمله 36. اول حاجه بيقول لك working while he working، هو ينفع بعد while على طول الفاعل اروح حاطه ing على طول؟ اكيد لا، انا محتاج فعل من افعال بي، بس خلينا ما تقولش ايه مستبعد دلوقتي.
اللي بعديها بيقول لك was happy وهو مبسوط. مبسوط ايه؟ انا بتكلم على شغل، ايه اللي جاب الانبساط هنا؟ اللي بعديها while he works اثناء عمله. والله ممكن. meet marvelous الناحيه الثانيه بيقابل خطورات او بيقابل ناس خارقه، اكيد لا يعني ده في الافلام بس. الاخيره has been working have met، دي الوحيده اللي ينفع صح. يبقى while he ينفع معاها زمن مضارع مضارع تام مستمر تنفع عادي، وهو شغال اثناء عمله. ممكن يقابل must have met، دي الوحيده اللي تنفع صح. يبقى الاجابه دي. تمشيها بقى جرامر، تمشيها لغه، هي دي. يلا بينا بسم الله على 37. في 37 بيقول لك The Egyptian Knowledge Bank، بنك المعلومات المصري او بنك المعرفه المصري، وده اي حد بقى معاه ايميل مؤسسي اللي هو الجامعي بيسمح له يدخل على كل السايتس بتاعت بنك المعلومات المصري، يجمع مصادر، يعمل ابحاث، يعمل الماستر، اي حاجه. is a repository يعني مصدر اللي هو source يعني. for هو ده مصدر لايه؟ بالذكاء كده يعني معلومه عامه للبوكس، الكتب مش محتاجه دي، مصدر للبوكس. اكيد مش لوز للقوانين ولا سبورتس للرياضه ولا ماني فلوس، هو مش بنك. تعالى على جمله 38 بسم الله. في جمله 38 بيقول لك studying at university is difficult، الدراسه في الجامعه صعبه. ماشي حلو. because the student must be، عشان الطالب محتاج يبقى ايه، وبي لازم يجي بعدها صفه. تعالى نشوف كده بسم الله. independence اول واحده ده اسم. طب تعالى على اللي بعديها independent، دي صفه. تالت واحده successful، دي صفه، بس هو الطالب عشان يدرس في الجامعه لازم يبقى ناجح؟ لا، يبقى مش ده اللي انا محتاجاه. تعالى على اللي بعديها competing، منافس، وانا عشان ادرس في الجامعه لازم ابقى منافس؟ لا، فبي عايزه صفه، فالصفه الوحيده اللي تنفع صح هي independent. تعالى على اجابه 39 بسم الله. 39 بيقول لك sunshine in the house when there is without، في شروق شمس بقى لما ما يكونش فيه، فانا مش عارف اعمل ايه، فيلا بينا نبدا. اولا ما دام قال لك اعمل حاجه يبقى ده فعل في الامر، يبقى نبدا بالمصدر. يبقى كده كده هاخد ميك، يبقى اول واحده مستبعده خالص واخر واحده مستبعده خالص. يبقى ميكنج وميد الماضي والاي ان جي الاثنين مستبعدين. اتبقى بي وسي، ميك وميك ونو ونون. ناخد ايه؟ احنا واخدين قاعده اسمها نون، او نون اوف في الوحده التاسعه جرامر. يبقى الاولى امريه جرامر والثانيه وحده تاسعه امريه. none without، خلي او افتح الشبابيك او افتح البلكونات او خلي الشمس تدخل البيت لما ما يكونش فيه اضاءه او لما ما يكونش فيه شمس. تعالى لسؤال 40 بسم الله. في 40 بيقول لك my son is not sure، ابني مش متاكد if he football studying engineering and، ابني مش متاكد if he لو هو football studying engineering and ايه الجمله العجيبه دي؟ تعال نشوف. اول واحده كان فوتبول، اول اختيار ابني هيبقى كوره، ما هو الهي فاعل، كان ده الفعل، هل يجي بعدها كوره؟ ابني هيبقى كوره؟ لا، يبقى كده كده الاجابه ايه دي مستبعده خالص. تعال على اللي بعديها كان بي فوتبول، يبقى كوره برضو، يستطيع ان يكون كوره، كده كده غلط هي كمان. تعال على اللي بعديها is capable of، قادر على ان يكون كوره، برضو غلط خالص. اولا ده الجرامر بتاع الوحده الرابعه بتاع القدره او الاستطاعه اللي كان جايب لك فيه كان والمصدر، او is are am able to مصدر، او am is are capable of ing، او have the ability to المصدر. وكل دول كان معناهم قادر على او يستطيع، والماضي بتاعهم بدل كان كنا هناخد could، وبدل am is are كنا هناخد was were، وبدل have كنا هناخد had. كل ده مشروح في الوحده الرابعه، وكنا زودنا عليهم كمان مصطلح اسمه كان يقدر وما عملهاش، كان يقدر وما عملش، كانت كود هاف تصريف ثالث. كل ده هنا القدره والاستطاعه كلهم معناهم هنا جاي غلط. بس تعالى كده شوف الاخيره، كان جاي بعدها مصدر حلو يبقى هي ومصدر. successfully بنجاح، combine يجمع بين، كده صح. يجمع بين ايه بقى؟ فوتبول الرياضه وستادين انجينير، يعني انه يدرس بين ده وده and playing football. تقريبا حاسه ان تركيب الجمله غلط، المفروض كانت تبقى my son is not sure if he can successfully campaign between او campaign studying engineering and playing football. فكده الاجابه دي هي الاجابه الصح، وكومبين معناها يجمع بين. وعايزه اقول لك على حاجه على فكره، في نفس السنه اللي جالكوا فيها الجمله بتاعت كومبين دي، فهي جت ثانويه عامه في سنه 24، مش بنفس الترتيب بالظبط بس نفس الفعل بنفس الاستخدام، جه ثانويه عامه 2024. بسم الله، يلا بينا على سؤال 41. If the UN Sustainable Development Goals
لو ولاد التيت حددوا او وضعوا او لسه ما نعرفش اهداف التنميه المستدامه. sustainable معناها مستدامه، development goals يعني اهداف والتنميه او التطوير. for institutions all around the world للمؤسسات حول العالم. the earth will be better planet كوكب الارض هيبقى كوكب افضل، بدليل كل الدول اللي دمروها يعني. المهم يعني فنيجي نشوف الاختيارات. are helping يساعد، لا. are attended يتنوي، لا. contributions مساهمات، لا. are vocal دي الوحيدة اللي تبقى صح. ليه؟ لأن كل اللي فات if the UN sustainable development goals ده يعتبر if ومعاها كل ده فاعل، فأنا عايز فاعل، أدي فعل are ثم vocal يعني يوضع الشيء ده كشيء أساسي أو محوري أو مركزي أو هام. واحد يقول لي طب ما خدناش هلب ليه؟ ما ينفع الحاجات دي الأهداف دي تساعد. ما هلب بتحتاج حرف جر واحنا ما عندناش هنا حرف جر. واحد يقول لي لا عندي حرف جر فور. انا اسفه، هلب ما بتحتاجش حرف جر، انا عندي حرف جر اصلا. يبقى كده دي كانت جمله 41 هتبقى ار فوكال، فعل من افعال بي وصفه، عادي جدا نفس اللي خدناه في الوحده الثانيه ان احنا بناخد فعل من افعال بي وصفه. تعالى بسم الله على جمله 42. بيقول لك في جمله 42 technology is but cyber security and computer hackers are. بالمناسبه احنا حلين الجمله دي نصا او شبهها بالظبط في امتحانات استرشادي ثانويه عامه السنه دي لو انت حليتها بضمير معايا. اول حاجه انا عايزه اقول لك ان الامتحان كله مركز على بات بتاعه التناقض، فعندك بات اهي، بات تناقض حلو، عايز بات يبقى عايز حاجتين. تاني حاجه وجايب لي از وجايب لي ار، فعايز صفات اقل حاجه يعني. اول حاجه helpful ويوسفول، تكنولوجي مفيده، والهاكرز يوسفول مفيد، لا طبعا يبقى دي غلط. تكنولوجي باور قويه، والهاكرز ديزاستر كارثه. هي تمشي لو سيادتك ما تعرفش ان كلمه ديزاستر دي معناها كارثه طبيعيه من صنع الله عز وجل، من خلق الله، يعني زي الفلادز الفيضانات، وزي الفولكانوز البراكين، وزي الارثكويكس الزلازل وهكذا. طيب هي يوسفول وهيلبفول، طب ما احنا بس مجرد عكسنا الصفات. هل هي يوسفول اليوسفول التكنولوجيا والهاكرز هيلبفول؟ لا طبعا. تعالى على دي بيقول لك indispensable. indispensable معناها لا يمكن الاستغناء عنها، وسيريس اخيرا هي دي. يبقى التكنولوجيا لا يمكن الاستغناء عنها صح، انما الهاكر سيريس خطير. يلا بينا على جمله 43 بسم الله. 43 بيقول لك the search for the truth البحث عن الحقيقه lead to. انا اقول لك الاجابه من غير ما اشوف الاجابات والله. الحكمه ده مثل شعبي معروف تماما. البحث دايما عن الحقيقه بيخليك تكتسب الحكمه. طب تعالى نشوف الاجابات. اول واحده rigidity معناها الصلابه، لا. familiarity معناها الالفه او الفهم، لا. wisdom الحكمه هي دي الاجابه الصح. طب distance المسافه، انا اكتسب مسافه ليه؟ انا ناقص مسافات. يبقى الاجابه هي wisdom الحكمه. تعالى يا معلم على 44 بيقول لك achievements do you find most inspiring. achievements يعني الانجازات، وموست انسبايرنج يعني ملهمه. دي روابط الوصل الوحده ال11 تقريبا كده، روابط الوصل الوحده ال11. ايه الانجازات اللي شايفها او انجازات مين اللي انت شايفها؟ ما دام قال لك ملهمه يبقى بتاعت حد، يبقى ملكيه، يبقى هوز ملك من؟ هوز روابط الوصل، هوز اللي هي سي. روح راجع الجرامر بتاعك اللي قلت ان الجرامر ما بيجيش. يلا بينا على 45 بسم الله. 45 بيقول لك would you live in European urban or rural Egypt. تعيش في المدينة ولا في الريف؟ لو غلطت في قاعدة would you دي هديك على وشك، عشان احنا شارحينها نصا في الاسترشادي ومنزلين الورق بيها شرح نص. طب لو مش فاكرها تعال نراجع مع بعض. كنا بنقول ان احنا عندنا would you لو prefer هيجي معاها طول مصدر، طب ولove هيجي معاها طول مصدر، طب ولايك هيجي معاها طول مصدر. طب امتى اخد مصدر بس؟ لو في rather مصدر. طب هنا انا عندي ايه؟ عندي live فعلا مصدر، يبقى اخد rather. ارجع لورق الاسترشادي واحنا تلاقينا حلينها بالنص. rather يبقى ما دام عندي مصدر اخد rather. اللي بعديها many jobs requires اغلب الوظائف بتتطلب ايه؟ تعال نشوف. motivated ان انت تكون محفز، اصلا ايه هجيلهم محفز من بيت امي يعني. كمل. اصلا عايز اقول لك ان require ده فعل فعايز اسم بعده يعني. اللي بعده practically العمليه، معرفش. conscientious الوعي، معرفش. communication skills
الوظائف بتحتاج communication skills، وده اسم فعلا، هي دي الصح، مهارات تواصل. يلا بينا على جملة 47. مس هافشام، أخيرا جملة قصة. مس هافشام in a great expectation by Charles Dickens. مس هافشام في رواية Great Expectations اللي كاتبها تشارلز ديكنز. Stella to break the hearts of men. ربة البنت من فهم الأحداث وحفظ الكلمات. هي ربة البنت، ربتها على إيه والعياذ بالله؟ على كسر قلوب الرجال. طب هو جايب لك كسر قلوب الرجال وجايب لك اسم الولية، باقي إيه؟ باقي فعل يربي. فعل يربي معناه bring up، هو جايب لك الماضي منه اهو brought up، يربي. تعالى على سؤال 48 بيقول لك does having a solid argument mean، هل ان انت يبقى معناه، بص خد بالك ان واحد هيقول لي هي جايبه does ليه؟ ما هي solid argument ده مفرد، ف having ده مش ing، having solid argument ده اسم الفاعل اللي احنا شرحناه مليون مره، بدايه الجمله باسم فاعل، اسم زي فاعل زائد ing، فده كله فاعل. مين المصدر اللي جاي مع does اهو؟ must have، هل ده معناه يبقى عندك ايه؟ عشان يبقى عندي حجه قويه، عشان يبقى عندي منطق صحيح او دليل قوي اتكلم بيه، لازم يبقى عندي ايه؟ لازم يبقى عندك a clear position، موقف واضح من القضيه اللي انت بتتكلم فيها، ولا يبقى عندك a good heart، قلب كويس اللي دخل القلوب في الموضوع، ولا يبقى عندك calculating skills، مهارات الحساب، إيه انا مش محاسب، ولا advantages and disadvantages، مميزات وعيوب. الاجابه طبعا حجه واضحه، يبقى موقف واضح clear position. تعالى بعدها زي المعلم على جمله 49. to be responsible means to have، عشان ابقى مسؤول ده معناه ان انا ايه؟ طبعا لو تفتكر احنا عندنا في المنهج اصلا حاجه اسمها المسؤوليه الاجتماعيه او المسؤوليه بتاعت السوشيال ميديا، فيلا نشوف. لا to have ايه بقى؟ امتلك ايه؟ اول واحده exclusion، استثناءات، لا. تاني واحده integration، لا. integrity ولا captivation؟ أأسر ايه؟ انا مش عايزه أأسر حد. ولا integrity ولا، خد بالك انت هنا معنى الجمله بالعربي عايز يقولك ان انت يكون عندك مسؤوليه، معناها ان انت قادر على اتخاذ القرار، قادر على اتخاذ القرار. تعالوا نشوف بقى الاختيارات. اول واحده execution، ودي فعلا معناها تنفيذ، دي اللي تنفع، بس تعالى نشوف اللي بعدها. integration دي كلمات جديده، فintegration معناها تكامل، جاي منها الكلمه اللي بعدها integrity معناها اكتمال، وكابتيفيشن معناها اسر اللي هو يأسر، او مثلا ده شكله حلو قوي فخطفني، الحاجات اللي هي دي. فالحل هو الاجابه الاولى اللي هو التنفيذ. يلا بينا على جمله 50 ودي اخر جمله. A and A are common themes in novels. A و A هي مواضيع شائعه ومعروفه في النوفلز، يعني في الروايات. ايه في اللي عندك؟ تعال نشوف، بسم الله. اول حاجه suspense، الاثاره وجيرنيز والرحلات، appearance reality، ظهور، حتى لو ظهور الشخصيات يقصد او ظهور الاهداف، reality الواقعيه، all the answers، هوبا ده اللي احنا متفقين عليه، اغلب الاسئله all the answers بتبقى صح. characters الشخصيات، وايفنتس الاحداث، طب ما هو برضه يبقى كل دول صح، يبقى الاجابه all the answers. احنا قلنا ما نخاطرش، قلنا ما تخاطرش، يعني مش اول ما تشوفها تروح مختارها على طول، ما تخاطرش، لكن في نفس الوقت هي ان شاء الله دايما بيبقى جايبها عشان يديك درجات بتبقى صح. وبكده بفضل الله نكون في اقل من ساعه حلينا امتحان 24 بادق التفاصيل. شد حيلك وراجع، وده يثبت لك ان انت لازم بعد ما تراجع الامتحان ده لازم مليار في المية تراجع كلمات المنهج بتاعك كويس جدا، تراجع الملاحظات، تراجع الجرامر، وكمان ترجع للامتحانات الاسترشادية اللي حليناها، لان يعتبر التلت منها ما شاء الله. السلام عليكم، بالتوفيق يا رب.